مساء الخير. اليوم راح نديرو مع بعضنا خبز الدار بالفرماج. يجي مفشفش وبنين. هنا درنا الطحينة تاعنا. هذه وحدة، هذه زوج، درت لكم بالكيلة. هذه 3 درت لكم بالكيلة، ما درتناش لا، درنا 3 وراح نديرو ثاني كيلة واحدة اخرى ثاني بالكاس ماهوش معمر بزاف تاع فرينة، سما 3 والكاس الرابع ماهوش معمر بزاف. هنا دقيق تاعنا درنا وحدة، جي مخلط فرينة ودقيق، مش كيما الخبز الدار اللي درناه المره اللي فاتت، هذاك اللي فيه 7 مغارف دقيق. هنايا درنا 2 كيلات تاع دقيق، والكاس الثالث درنا فيه فرينة ودقيق، خلطنا فرينة ودقيق. وراح نزيدو شويه فرينة منا وشويه فرينة منا، هكذا جاونا 4. درت 4 خبز الدار جاو. هنا باكي تاع خميره تاع كاطو، هنا 3 مغارف، درنا 3 مغارف سكر. هنا راح نديرو في الخميره تاع العجين 3 مغارف وشويه. درنا 3 مغارف خميره تاع العجين وشويه، وخاطيت الخميره تاع الكاطو باكي. هنا درنا سينوج، انا سينوج دايره فيه حبه الحلاوه، زريعه الكتان، دايره فيه جرجلانيه، مانيش دايره فيه سينوج وحده. هنا درنا 3 مغارف، هنا شويه ناقص عندي، ما جاش، ما كانش عندي لحظه بزاف. هنا راح ندير الزيت تاعنا، ما نديرش كاس معمر، نخلي من قيس 3 صباع تاع زيت. هنا الفرماج تاعنا درنا 3 مغارف تاع فرماج، وراح نديرو ثاني البيض تاعنا. فرماج تاع البيدون، اللي تعود ما عندهاش فرماج تاع البيدون ندير 3 حبات تاع فرماج كاري هذاك. هنا راح نديرو بياض البيض والصفار نخلوه ندهنو به من بعد الخبز دار تاعنا. درنا وحده، هذه زوج، هذه 3، درنا حتى 4 بيضات. شوفوا البنة تاع الخبز هذا، يعني ما نحكي لكمش، روعة، بنين وهشيش ما يعني تقدر اللي ما عندهاش العجانة تقدر ديروه غير بايدها برك. انا راني الحال واللي درتو بالعجانة. هنا خلطنا البيض مع الفرماج. هنا زدنا زيت البيضة ثاني درتها، درنا 5 بيضات مش 4،
ومش 3، 5 بيضات. هنا خلطنا الفرينة الزيت تاعنا مع الفرماج تاعنا ومع بيض وصافا ونحيناهم خلطناهم مليح مليح. شوف كيفاه تولي. ومن بعد نخلطوا الدقيق تاعنا والفرينة والسينوج وخميره وكل شيء نخلطوه، السكر نخلطوه مليح. ومن بعد نديروا الخليط تاعنا هذاك تاع الفرماج ونبسوا به الكسره الخبز الدار تاعنا. هنا رايحين نبسوها. شوفوا خلطناه، فرغنا الخليط تاعنا تاع الفرماج، وهنا راح ندخله مليح شغل رانا نبسو في الرخصاص. لازم يدخل الخليط تاعنا تاع الفرماج وبيض والزيت، لازم يدخل مليح في الدقيق تاعنا والفرينه. والماء تاعنا لازم ندفوه، والماء تاعنا لازم ندفوه وزدت درت له ماء دافي خاطرك نسحقوا في هذا الخبز 5 مغارف الحليب بودر. اللي ما عندهاش الحليب تاع اللحظه نديروا الحليب تاعنا تاع شكاير عادي. هنا درنا الملح خليناه هو الاخر، ما حبيش ندير الملح هو الاول. زدنا خلطنا الخليط مليح، خلط باه يدخل هذاك الفرماج تاعنا والزيت تاعنا البيض. حتى يدخل مليح. دوكا درنا راح نديرو الماء تاعنا نمصمصو الفرماج تاعنا هذاك اللي كنا دايرينه، راح نديروه لداخل، راح نعجنوه دوكا بالماء والحليب في زوج. دوكا راح نلمهم ونديروها في العجانه. ويتحب ما عندهاش العجانه مش شرط العجانه، البنات المتابعين مش شرط العجانه، تغدي ديري حتى بيدك تدلكيه ويجي ما هو يجي شويه ما هو جاري ما هو يابس، يجي الحليب تاعك كي تعود ما عندكش اللحظه ديريه الحليب دفيه. هنا راح ندير بالعجانه مخلطه الحليب، درت الحليب سخنته ومن بعد درت له دوكا نضيف الماء تاعي. شوف كيفاه يولي، لازم يولي هكا العجين تاعنا. ما نكذبش عليكم مانيش نحط في الفيديوهات. هنا خليت كملت العجين تاعي كل درته في العجانه، ومن بعد درتو غطيته وخليته يخمر، ومن بعد نفزت له الخميره تاعو كي يخمر. فزت له الخميره ومن بعد دوكا نديرهم في البلاطوات تاعي. لازم تخليه يخمر هكذاك في القصعه ومن بعد تعاودي ديريه في البلاطوات وتخليه يخمر ثاني. شوفوا يجي خفيف يجي بنين، يقعد هذا الخبز حتى يومين 3 ايام يقعد هو. مانيش والله المتابعين تاعي مانيش نحط في الفيديوهات، والله ماني نحط في حتى حاجه. على خاوتنا تاع فلسطين ماني نحط في والو. ودرت خبز الدار
وحشمنا بزاف اخواننا في غزة، كي نشوفوهم ياكلوا هكذاك ربي يلطف بيهم وربي واش راح نهضر. هنا درنا البيض تاعنا، صافا البيض ودرنا معاه شويه قهوه، وكاين اللي يدير الرب تاع الرب تاعنا تاع التمر. انا درت له غير قهوه هنايا، صافا البيض. وهنا تحبي ديري بالفرشيطه، تحبي ديري بهذه، انتي اختيارك كيف تحبي تزوقي تاعك الخبز الدار تاعك، يعني انتي الاختيار تاعك، يعني كل وحده كيفاه تزوق تاعها الخبز الدار تاعها. كنا قبل نديرو غير بالفرشيطه، دوكا كل مره نطوروا نجيبوا حاجه جديده. هنا دهنا بالبيض تاعنا ونخلوه يخمر مليح، ومن بعد نديروه في الكوشه. هنا جاوني 4 قرصات وقرصه كبيره، شوفوا الله يبارك، مع الكيله هذيك. واللي تعود عندها عائله صغيره دير تنقص من الكيلات برك، هذا مكان. انا نقول لكم صحه رمضانكم وصحه فطوركم، وان شاء الله نصوموا بصحه لهنا، وادعوا لخوتنا في فلسطين غزه، ربي يلطف بهم وربي يخفف عليهم، وان شاء الله تبقوا على خير.